تمر هندي تعال عندي. ما في شوب يا يوب، وسمرة ويا تمر هندي ويا أطيب مشروب عندي. كل ما بقله سقيني شوي بتقلي ما عندي مي، والمي مقطوعة يا أفندي. أي شو في أحلى من هالطقوس؟ طقوس التمر هندي وطقوس رمضان والناعم والمعروك. رمضان له طقوس خاصة سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نفوت بعالم التمر هندي وراح نعملها بوصفة ما صارت بالعالم ولا بالتاريخ الطعمة إذا تنفذت مثل ما هي. بنروح على التفاصيل. بدنا 4 لتر مي، 4 لتر مي بنحطن على النار. بنجيب تمر هندي 250 غرام، يعني نص هذا الباكيت اللي شايفينه نصه. بنحطن بالمية، راح اغليها غلي لانه مشان التعقيم. هذا تمر هندي جاي من الهند من مكان بعيد، يعني لازم نعقمه احسن. هاي طريقتي الخاصة يعني بعد تجارب وابحاث مستفيضة. بنضيف لهن 4-5 عيدان قرفة، بتعطي نكهة يعني فوق الخيال. بنحط حفنتين يعني ملات الايد من هالناعم هذا اللي هو الكركديه مشان يعطي اللون احمر. هيل 10 حبات. تمر عادي بلح او عجوة بنحط لنا شي 10 حبات. بنحط لنا كاسين سكر من هالحجم تقريبا، وبنترك الخليط كله يغلي. هاي طريقتي الخاصة، يعني اول شي بتنعمل هي بطريقة باردة بننقعن قبل بيوم. هاي عندنا ما زهر بنحط لنا كمان الكميل بدنا اياها. طبعا ما زهر شغال والماء ورد شغال، الاثنين شغالات اللي بدنا اياه. احنا هون حطينا ما زهر وما ورد شغال كمان، والاثنين سوا بصير. نغليها غلي. في ناس تنقعه نقع قبل بيوم مي باردة لثاني يوم بعدين تعصره وبعدين بكون جاهز. لا أنا بدي أغليه غلي لأنه أحسن، مشان هالمواد هاي كلها تتعقم ويطلع يعني صحي 100% إن شاء الله تعالى. والنتيجة تاريخية يعني ما صارت. اللي بيطبق هالطريقة هاي بده يضل يدعي لي فترة طويلة. والله يجزاكم الخير. شوف اللون شلون صار يطلع. هذا اللون شو الكركديه، طعمه خفيف الكركديه، ما بأثر على الطعم العامة، بس شو بيعطي لون بيفتح النفس، لون وردي. هاي اللون بنتركها تغلي شوي، يعني 5 دقائق ل7 دقائق تغلي. بنحطها على جنب تبرد، بنتركها تبرد نظامي. رجعنا لها بعد ساعتين بردت، برود عادي، نحطها تبرد. بدنا شو نعصرهن، نعصر يعني الحبات اللي حطيناهن، التمر والتمر الهندي وهالمواد هاي بدنا نعصرهن مشان تطلع فيهن العصارة، تطلع الطعم الأصلية. بعد ما عصرناهن بنصفيهن. بدنا نصفين طبعا مشان يضل عندنا السائل ونقيم هالمواد هاي الصلبة. هذا هي اللي هون بنصفين طبعا 2-3 حتى ينضفن على الخالص، يصير الناعمات يعني. اكثر من مصفاية احنا استخدمنا، هاي مصفاية خشنة وبعد شوي بنستخدم مصفاية ناعمة. بنعصر هاي المواد هاي العصارة مشان تطلع كل العصارة اللي جوا، يعني هو روح التمر هندي. حرام عليهن يعني نكبهن، لا بنعصرهن مزبوط، ناخذهن كلهن بنكب هذا الحثل او التفل بنكبه برا. بنرجع للمكون الثاني بنعمل له كمان، شايفين هون مصفاية انعم مشان تكون ناعم. العصير الشراب بدي اياه يكون ناعم على الخلص. بنصفين هون بالمصفاية الناعمة مرة مرتين حسب لما نشوفهن يعني صار ناعمات على الخالص، صافيات ما فيهن اي يعني قطعة يعني صلبة. صفيناهن مرة مرتين حتى نتأكد، شايفين بعد بيطلع شغلات ناعمة. احنا صفيناهن مرة على الخشنة ومرتين على الناعمة طلع النظاميات. هاي النتيجة. كل واحد ضاق التمر هندي يعني أبدأ إعجاب شديد، قال لي أنت يعني مش طبيعي الطريقة، الطعمة خيالية عن جد خيالية. هون بكون جهزت طبعا، بنبردهم نحطهم شوي بالبراد وبنصب. شوف المنظر، شوف اللون، النكهة لا لازم واحد يجربها مشان يشوف النكهة. هاي التمر هندي بأحسن وأفضل طريقة ممكنة، ما في واحد شرب منها، هذا شغلي يعني، ما في حدا شرب منها إلا ما دعا لي. إن شاء الله تظلوا بألف خير. هاي التمر هندي على كيفكم. شوف اللهم صل على سيدنا محمد، اللون والطعمة كمان. طلع المنظر مثل عصير رمان جاي، سبحان الله على هاللون. أحبتي إذا عجبكم الفيديو يعني اشتراك لقناة اليوتيوب، تفعيل الجرس، ورفع صفحة الفيسبوك باللايكات والمشاركة للأصدقاء مشان الفائدة تعم. وإن شاء الله دائما تظلوا بألف خير، وصياما مقبولا وأفطارا شهيا. كاس تمر هندي على طاولة الفطور، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني بسبح لله، بيفتح النفس وبساعد على الشهية وبمنع الشوب كمان إذا في شمس. إن شاء الله دائما تظلوا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.